الثالثة شهيرة ابنة عصام الصغرى. أما الآن فنقف عند شهيرة، تلك الطفلة التي كانت شاهدة على مغامرات والدها عصام في بيته المزدحم بالزوجات. إنها شام قبراوي التي كانت تمثل البراءة واللطافة في أجزاء المسلسل الأولى. اليوم إذا رأيتم شام فقد لا تصدقون أنها هي ذاتها تلك الطفلة الصغيرة. لقد كبرت شام وأصبحت شابة فاتنة، ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة إلا أن صورها المتداولة تثير دهشة الجمهور الذي لا يزال يتذكرها وهي تركض في فناء بيت عصام. لقد تركت شام بصمة رقيقة، واختارت أن تعيش حياتها بعيدا عن ضجيج الشهرة، محتفظة بذكرى جميلة في وجدان كل من شاهدها. الشخصية الرابعة سعاد، الاسم الذي حمل عبق الماضي. ونصل إلى سعاد الصغيرة التي حملت اسم جدتها أم عصام تكريما لها. أدت هذا الدور الممثلة نور